يا ست البنات وتستاهل حد احسن مني مليون مره. بصراحه كده موضوع البرد قفلني، نزل ستاره سودا على عينيا. عشان كده يا صاحبي بقول لك نأجل كلام في القصه دي. انا يمكن دلوقتي سخن يعني والجلاله واخداني، فخلينا نظبط وقت كده نعرف. انا اختي ما عيبهاش حاجه يا ريكو، اختي ما عيبهاش حاجه. انا ما قلتش حاجه غلط يا فهد، لساني يتقطع لو قلت حرف غلط. سامحني يا صاحبي. السلام عليكم. قادر؟ معلش بقى جيت من غير ميعاد. ازيك يا فهد؟ اهلا وسهلا. خير، في حاجه؟ خير ان شاء الله. اصل مجيتك ليا من شويه، خليت ناخد قرار كده عايز انفذه. ازيك يا ريكو؟ تمام. طيب تخلص ونقعد نتكلم لوحدنا؟ لا اتكلم، ريكو مش غريب. ماشي. انا عايز اتجوز اختك راويه. تتجوز راوية ازاي يعني؟ يعني ايه ازاي يا فهد؟ زي الناس اكتب عليها واتجوزها. ايوه بس راوية في حد متكلم عليها، وبعدين يعني مش ده الوقت المناسب اللي هنتكلم فيه في موضوع زي ده. مين قال ان في حد متكلم عليا يا فهد؟ الكلام ده مش صح. انا موافقه اتجوز نادر التمساح. طب يا فهد انا عندي مشوار هروح اخلصه وهكلمك. ايه يا فهد؟ مش هنسمع مبروك ولا ايه؟ ما العروسه خلاص وافقت، مش فاضل غير ان احنا نقرا الفاتحه. يا راوية انت فعلا موافقة؟ موافقه. الراجل جه طلبني منك وعدى العيب. ما عملش حاجه من وراك ولا حاجه غلط، بس قبل اي حاجه لازم يعرف كل حاجه الاول، وهو بقى يوافق او يرفض. انا عارف كل اللي حصل، وانت عندي ست البنات يا راوية. اصلك طيب ومعدنك غالي، واللي حصل فيه كده مش هيغير حاجه جوايا ناحيتك. انا عايزك مراتي يا راوية. ها يا فهد، قلت ايه؟ واحد غيرك المفروض يبقى طاير من الفرحه دلوقتي. خش جوه راوية، خش جوه.